السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في يومية الزهراء للطبخ المغربي. للطبخ المغربي، انا كنقول للطبخ المغربي. المهم، الشكر لكم، زيد الشكر على وفائكم ليا، وشكرا لكم كذلك على ثقتكم، يعني ثقتكم فيا. شكرا لكم بزاف. شنو نقول لكم؟ كاين بعض الطفيلات كيقول لي الزهره اختي اي حاجه درتيها خاصك تبداي معنا، يعني من جديد تبداي معنا في اي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله سلام. اختي بخير، نعم لاباس بخير. امين يا مولانا. شحال خاصك الحمد لله. غير حتى اختي داك الجوج، فما زيدني جوج ثانيين، زيدني جوج اخرين. المهم دابا كنهضر معكم، كنهضر بالناس الناس. المهم عندي مناسبه، عندي فيها 100 دجاجه، وعندي فيها النحيره اللي هي الجمل، وعندي فيها كذلك الصفه ديال الروز. بعد الطافيلات كما قلت لكم. المهم انا دابا غتشاهدوا معايا الفيديو كامل وغادي تشوفوا كل شيء. المهم سمحوا لي على الملعس والصداع وداكشي تركه. غنبدا معكم من الاول تاع الطافيلات، يعني غيرش لقطات وصافي واخا سميتوها. المهم كيفاش غسلوا الدجاج، وكيفاش غتشربوا الدجاج، وكيفاش شنو غادي نديروا ان شاء الله. يلا ما تنسونيش الطافيلات الدجاج. المهم غادي نعاد لكم، غندور الكاميرا. المهم عندي الحامض، هذا الحامض داك الشو الحامض خضر، هذا ضروري. الا ما كان الحامض يعني عصير ديال الحامض في الدجاج راه ما كيتسمى. المهم الطافيلات كما قلت لكم قبيله، راكم شفتوا الدجاج بحال الغسيل ديالو، خليناه يترقد تقريبا شي ساعتين ونص. دابا غندوزو يعني التوابل. عندي هنايا كما كتشاهدوا، عندي هنايا السكنجبير. ها هو شفتوا السكنجبير، يعني عندي واحد الكميه كثيره ديال الدجاج، يعني ما درتش القياس. يعني عندي هنا السكنجبير. عندي كذلك هنايا هذا الخرقوم اللي قبضته، يعني عودان وكنطحنو، يعني كنقبضوا كلشي عودان وكنطحنو. عندي هنا كذلك، هنا عندي فيها قزبر يعني مطحون، عندي قعقله، عندي البسيبيسه، عندي الكوزه كذلك، وهنا عندي البزار، وهنا عندي السمن. يعني ضروري من السمن، ضروري. لما كان السمن يعني في الدجاج راه ما كاين والو. عندي هنا الضمات، هنايا الضمات ديال الكنور ديال الزعفران، وعندي كذلك الملون، وعندي هنا هذا عصير ديال اش. هنا كاين هنا عصير ديال الثوم ومع الحامض. هنا عندي الزيت العود كما كتشاهدوا، وعندي كذلك الزيت اليسيور. ها هو كما شفتوا مازال. يعني دابا غنزيد ورقه موسى، وغنزيد كذلك قرفه عواد. يعني عندنا هنايا قزبر ومعدنوس. يعني قزبر ومعدنوس كاين بزاف ديال يعني المشاهدين كيقول لي الزهره علاش كتخلي القزبر بحال هكا يعني غليظ، علاش ما كطحنيش في الهاشوار او لا يعني في المونيكس. انا ما كنبغيش نطحنو، انا اللي كندير له بحال هكا، يعني ما كنبغيش نطحنو. علاش؟ يعني هذا يعني ما غاديش نخدم به، يعني غادي غير يطيب شو، غادي نصفيه كلشي داكشي كامل عندي غادي نصفيه. علاش؟ بانه الا طحناه كتجينا المرقه يعني خضراء، يعني اللون ديالها ماشي هو هذاك، ما كتجيش ملهبه ولا شي حاجه. داكشي علاش الطافيله. المهم كما شفتوا حنايا فاش هاد التوابل كامل خلطناهم كما شفتوا، ودابا هو الدجاج كيفاش كيتشرمل. اللي طافيلات الزهره نعتي لينا من الاول حتى التالي. انا دابا كلشي نعتو لكم. الا شفتوني ما نعطيكم شي حاجه هكا ولا هكا، غير مع الخدمه ولا. المهم راه الناس الطافيلات يلاه باديات بداو بدجاجه وواحد جوج ولا ثلاثه حتى تعلموا ان شاء الله. يعني حتى شي واحد يعني ما زاد معلم، يعني كلشي شي واحد كتشوفيه حنا ما زدناش معلمين، حنا تعلمنا من عند الناس. هنا اليوم عندي 100 دجاجه، 100 دجاجه، وعندي الجمل، وعندي السفه ديال الروز ان شاء الله. ودعوا معنا، الله يعاوننا والله يعاون الجميع ان شاء الله. الله يسهل كل واحد يا متتبعيني. يلا خلوا لي في كومنتير كي جاكم الدجاج.
ترميله ديال الدجاج. واحد النهار طافيلات كنت بحال هكايا كن يعني كنت فواحد ليسن يعني واحد السبوع كنت فيه، وواحد المراه قاعده مسكينه مقابلاني قالت لي والو بغيت نعرف بحالاش كديري الدجاج بحالاش ملي ما كيتحلش في القيام. دابا عاوتاني غنعطيكم بهذه الطريقه هذه يعني بلا ما تعقدوا لا الدجاج لا والو. المهم الدجاج ضروري خاصو يترقد يعني بالنهار باش الدجاج ياخذ حقه. شرميله باش يطلع لكم الدجاج مزيان. المهم شوفوا يا الطافيلات، هاهي الدجاجه شفتوها من الداخل ومن برا يعني راه تشرملات. كندير بحال هكا وكندير بحال هكا يعني هكا بحال هكا كتبقى الدجاج يعني ما كنكردها ما والو. الدجاج اللي بغيتي طيبو كتوقفوه بحال هكا على الصدر ديالو باش يعني يطيب لكم الصدر مزيان وباش ما يخونكمش الدجاج يعني في الطياب. وغتشوفوا ان شاء الله. دابا ملي غنسالي هاد الدجاج كامل، هاد الكميه عندي ديال الدجاج غنديرها في بلاستيكات يعني دوك البلاستيكات ديال الغذائي، وغنديرهم في المجمد حتى نبغي نطيبو ان شاء الله وغادي نجبدو. يلا ما تنسوش.